فاز النهارده من لا يستحق. بصراحة ماتش من أسوأ مباريات الأهلي من فترة كبيرة جدًا. النهارده كولر بادئ بتشكيلة غريبة، مريبة، عجيبة، لعيبة أول مرّة تلعب أصلًا، لعيبة أنا ما أعرفش هي متواجدة في النادي لحد دلوقتي ليه، وإيه سبب تواجدها رغم إن هم ضعاف جدًا فنيًا وبدنيًا وفكريًا وذهنيًا وأي حاجة فيها إيًا. يعني عندك النهارده كولر كان بادئ ب4-1-2-3. وبادئ برمانة الميزان كريم نيدفيد، اللي أنا لحد دلوقتي مش عارف هو موجود بيعمل إيه، بالمساحات اللي بيسيبها في ضهره. يعني أنا هاعرض لكم كده كورة واحدة بس من كور كريم نيدفيد، مش هاعرض بقى ولا ميس باص، ولا هاعرض إن هو بيتمشى في الملعب، ولا هاعرض أي حاجة من الحاجات دي، لأ كورة هو سايب أصلًا قلب الملعب والمساحة. شايفين المساحة اللي سايبها دي كلها في الصورة اللي ظاهرة دي؟ كل المساحة دي هو سايبها أصلًا، وهي أصلًا هو المفروض يبقى موجود هنا، هو المفروض يقابل رقم 10 بتاع سيراميكا، يقابل اللي جاي من تحت ده عشان هو رقم 6 أول واحد بيقطع الكورة. لأ هو سايب ده كله، سايب المساحة دي كلها رغم إن هو عارف إن هو بيلعب لوحده رقم 6 ورايح بيجري مع المهاجم. المهاجم اللي هو أصلًا المفروض يبقى مع واحد من الاتنين المدافعين، يا ياسر يا رامي، أيًا كان اللي ماسكه. فأنت رايح فين أنت؟ والّا أنت بُص كريم نيدفيد واقف فين؟ فعلًا تكتيكيًا مش موجود، فنيًا مش موجود، بدنيًا الراجل بيتزحلق لوحده، بيترقص بالتليفون، بيتمشى في الملعب. أداء غريب جدًا، 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 جدًا. يعني تقييم النهارده كريم نيدفيد لو في أقل من الصفر ياخد أقل من الصفر حرفيًا. مصطفى شوبير النهارده لولا مصطفى شوبير والكام كورة اللي شالهم في نهاية الشوط الأول، كان الأهلي خرج بفضيحة حرفيًا النهارده. مصطفى شوبير متألق، متألق، متألق النهارده 10 من 10 ورجل المباراة بالنسبة للنادي الأهلي. ياسر إبراهيم أداء متذبذب كالعادة 2 من 10. رامي ربيعة راجل وحلو جدًا النهارده، بيستمر على الأداء الرجولي والأداء المتميز 8 من 10 يا رامي. ناحية اليمين النهارده عمر كمال أداء متوسط وأقل من المتوسط كمان 4 من 10. يحيى عطية الله اللي يشفع له بس الأسيست بتاع الجول، الركنية اللي لعبها فقط لا غير 5 من 10. طبعًا كريم نيدفيد اتكلمنا عليه أول واحد، وأول واحد بدأنا بيه الحلقة. أسوأ لعيب شافته عيني في الأهلي من فترة كبيرة أوي. بعد كده في نص الملعب أكرم توفيق في كورة كده في الدقيقة 78 تقريبًا، الكورة اللي لعبها بإيده دي طرد، إنذار تاني وطرد. أنا أهلاوي أهو وباقول لك هي المفروض إنذار تاني وطرد، والحكم جامل الأهلي فيها. ما فيهاش كلام، لعيب دماغه مش موجودة، لعيب دماغه مش موجودة. على الكورة دي بس أكرم توفيق النهارده ياخد 1 من 10. كورة غريبة جدًا، أنت هتنهي على فرقتك، أنت أصلًا مضغوط طول الماتش ونص الملعب رايح منك وبتقدم أداء سيء جدًا. وتعمل كورة كده بإيدك بطريقة غريبة جدًا. وِحِش جدًا أكرم، وِحِش جدًا ومش مركّز وفي حاجة غلط رغم إنه قطع كام كورة وكان بيجري وبيعافر وبيروح هنا وبيروح هنا، بس كورة زي دي كانت ممكن تنهي على الفرقة خالص وتنهي على الماتش خالص. قفشة النهارده ما قدّمش المردود المطلوب منه وكان سيء برضه، في miss pass كتير، مش بيتمركز صح، مش بيلاعب الفرقة، أصلًا مش عارف يربط الخطوط ببعض، مش عارف يربط الدفاع بالهجوم. في حاجة غلط في نُص الملعب. قفشة النهارده ما قامش بالدور اللي كان مطلوب منه. امام عاشور النهارده الراجل عزله خالص، يعني عزله خالص في الجناح دي اللي انا مش عارف هو بيخترعها له ليه. حته الجناح دي عزله خالص، مفيش غير كوره واحده اللي لعبها ورقص فيها دي واخد فاول الراجل، والكوره بتاعه العارضه. انما الراجل عزله خالص. هو الراجل يعني جنايه امام عاشور وحلاوته ان هو بيجي من تحت، بيجي من تحت يكمل يلعب الفرقه، يشوط واحده يعمل واحده. انما مش ان انت تعزله كده وترميه وانت اصلا مدرب فكرك كله ان انت بتخترق من العمق وبتلعب من العمق. فانت اهم لاعب عندك عزلته عن الفرقة خالص وحطيته رميته في الجناح. بيرسي تاو مش موجود. بيرسي تاو يعني يا ريت بقى أقرب فرصة كده وشنطة ومع السلامة. 0 من 10 النهارده، مع السلامة. بيرسي تاو حرفيًا ما بيلعبش غير ماتشات الساعة 3 العصر، فلما نحتاجك إن شاء الله في الماتش بتاع أورلاندو لو هيلعبوا الساعة 3 العصر هنبقى نكلمك، إنما أنت كده كفاية أوي. طاهر بصراحة فاجئني رغم إن أنا كنت واحد من الناس اللي باطالب دايمًا إن هو يلعب رأس حربة صريح، وقدر يخلص كورتين فطيس زي ما بنقول كده. الكرة بتاعة الجون الأول والجون التاني اللي ما كانش حد ماسكه أصلًا فيه بطريقة غريبة جدًا، وطلع حط الكرة ببطن رجله وجاب جونين كسبوك ماتش أنت ما عملتش فيه أي حاجة، ما تستحقوش. الأهلي النهارده لا يستحق. أخطاء كتير جدًا في نص الملعب، نص الملعب مسروق منك. لازم كولر يلحق نفسه قبل ماتش الزمالك اللي جاي عشان ما يحصلش زي ماتش السوبر الأفريقي. لازم يبقى في تعديل، لازم اللعيبة دي يتشد عليها شوية، في حاجة غلط في الفرقة. في حاجة فنية غلط في الفرقة مش مفهومة. نص الملعب مش موجود، الدفاع وحش. ياسر إبراهيم تحديدا سيء جدا. نص الملعب مش موجود. كريم نيدفيد رقم 6، انت رقم 6 ده عايز واحد بيجري كتير
صاحي، واقف صح، متمركز صح، بيقطع لك الكورة بسرعة ويسلّمها، ما فيش أصلًا يعني هو ما فيهوش أصلًا أي حاجة من الحاجات دي، هو ما بيعملش أي حاجة من الحاجات دي. إيه سبب تواجد كريم نيدفيد لحد دلوقتي في الأهلي أصلًا؟ حاجة غير مفهومة وحاجة غير مبررة. الحمد لله إن الماتش خلص 2-1 بس نتيجة ما تطمّنش، ونتيجة يعني زي ما بيقولوا كده خادعة، نتيجة خادعة النهارده للأهلي قدّام سيراميكا، فاز من لا يستحق في مباراة النهارده، فريق الأهلي وِحِش، كولر وِحِش، وربنا يستر في ماتش الزمالك.